بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا وقرة عيوننا الصادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم بارك لنا بالقرآن العظيم، اللهم ارزقنا تلاوته وتدبره وفهمه والعمل به، اللهم اجعله ربيعا لقلوبنا وجلاء لهمومنا وذهابا لأحزاننا برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، نتابع الحديث في تدبر أي كتاب الحق مع فاتحة الكتاب التي هي أعظم سورة في كتاب الله، مع قول الله: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين من أجمع كلام الله ومن أعظم كلام الله، لذا ارتضاها ربنا فاتحة لفاتحة الكتاب، ارتضاها ربنا ليفتتح بها كتابه العظيم. لو ثمة كلمة أعظم من هذه الكلمة لافتتح بها ربنا كلامه وكتابه. الحمد لله رب العالمين كلمة تتضمن الرضا عن الله وعن أقدار الله وعن أفعال الله عز وجل، تتضمن السكينة، تتضمن المحبة، تتضمن القرب من الله تبارك وتعالى. الحمد لله تورث الرضا وانشراح الصدر. الحمد لله تورث المنازل العلا، تدفع الهموم وتطرد الأحزان. كلما ضاقت عليك الدنيا فقل الحمد لله رب العالمين، فإن الله لن يضيع أولياءه، وما كان لينسى أو ليترك أحبابه وعباده. فقل الحمد لله وأنت مطمئن بنصر الله، مطمئن لقدر الله، مطمئن لحكمة الله تبارك وتعالى. قال بأبي هو وأمي صلى عليه الله: ما أنعم الله على عبد من نعمة مهما جلت وعظمت فقال الحمد لله إلا كانت الحمد لله أعظم وخيرا له من تلك النعمة. بس هي الكلمة أعظم من كل النعم، فعلمنا أن من أعظم توفيق الله للعبد أن يسوقه للصلاة في كل يوم فيقول الحمد لله رب العالمين. وقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتقدس وتعالى، وهذا حديث قدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الصلاة هنا هي سورة الفاتحة، وسميت الصلاة لأن الصلاة لا تصح إلا بها، لأنها صلاة وثناء ودعاء، لأنها صلة بين العباد وبين رب السماوات. يقول الله: فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، هاي الكلمة لما تقولها في الصلاة لا تعدي عنها بسرعة، قلها من قلبك ومن روحك ومن نفسك قبل أن ينطق بها لسانك. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، قال الله حمدني عبدي. شو بدك أعظم من هيك منقبة ومن هيك شرف ومن هيك سؤدد أن يقول الله في ملائكته المقربين في الملأ الأعلى حمدني عبدي؟ والله هاي وسام شرف، وسام شرف لا تحصل شرفا أعظم منه، حمدني عبدي. فعندما تقول هذه الآية اجمع قلبك ونفسك على هذا المعنى العظيم: حمدني عبدي، حمدني عبدي. الحمد لله رب العالمين. أسأله جل وعلا أن يفقهنا في دينه. نتابع الحديث في تفسيرها في المجالس القادمة، والحمد لله رب العالمين. وإياكم.